في معلومة هلا اكتشفتها من زمزم، تقول انه احنا في اثيوبيا 2017 فعليا اطلعوا سافروا شوفوا الناس، عرفوا ثقافات الناس، لانه فعليا في اشياء غيركم، في ناس غيركم، في عقليات غيركم، في معتقدات، في كتير اشياء غيركم. والله جد يعني انسان يكون بيعرف هذه الاشياء شيء كتير حلو. حبيت ف 2017 تخيلوا. انتوا كنتوا تعرفون هذه المعلومة انه اثيوبيا لسه في 2017 ما عندهم 25؟ اللي كان بيعرف معلومة يقول لي. جد؟ ايه والله 2017 اثيوبيا. احنا صغيرة. قال لي احنا صغار. والله تقول لي انه احنا ما عندنا 2025 2017، احنا لسه 2017. اجي عندكم؟ ايه تعالي. اذا انا اروح هناك خلاص انا في لسه في يعني اذا بدكم ترجعوا للماضي روحوا لاثيوبيا، اذا بدك توصل يعني الحاضر اجلس في مكانك. يا بنات اي احد فاتوا شيء روح اثيوبيا، ترى كان في انجازات ما سويتيها في 2017 روح لاثيوبيا سويها وتعالي. اقسم بالله انه صدمتني. كيف؟ إيه، ليش؟ 2017 لانه اثيوبيا لسه صغيرة. ايش رايكم بنات نرجع لاثيوبيا؟ امتى؟ قبل شهرين انا بالجامعة انا بطلع لي صورة. والله صدمت انه سفرة جماعية طلع في فرصة، والله طلع في فرصة للرجوع إلى الماضي. والله إن أنا عجد يا جماعة. إذا يعني ربي ما قال إنه جعلناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا إلا وفعليا سبحان الله كيف والله كل واحد وكيف يعني كل مرة تكتشف إنه عن جد اللي ما سافر وما راح وما إجا، فأنت أو أنت فعليا ما يعني مدفونة، لأنه فعليا